مدريدي ينتظر سقوط برشلونة. طبعا ما عندي عداوة شخصية مع برشلونة، ولكن كرة القدم حلاوتها في هيك. إذا ما حتمنى خسارة برشلونة وليش نتابع كرة القدم؟ السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وردة فعل جديدة. ومباراة اليوم مباراة برشلونة وريال سوسيداد على أرض ملعب ريال سوسيداد. بصراحة المباراة مهمة جدا لبرشلونة، لأنه راح يعزز فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد في سباق الدوري إلى 9 نقاط مع مباراة مؤجلة لريال مدريد. ريال سوسيداد يبدأ الموسم بنتائج سيئة حتى الآن، فريق قوي وكلنا عارفين قيمة وقوة ريال سوسيداد على أرضه، ولكن بدايته للموسم كانت ليست بشكل جيد. فالمباراة أكيد راح تكون جميلة، ولكن قبل ما تبدأ المباراة، قبل ما تشاهد الفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس، واكتبوا لنا في التعليقات اللي بدكم إياه. وقبل ما تكمل الفيديو طبعا بنذكرك وصلي على الحبيب، قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. الشوط الأول راح يبدأ معنا، خليكم معنا. يبدأ الآن معنا الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال سوسيداد. بصراحة برشلونة هذا الموسم ممتع وجميل مع قيادة هانز فليك، ولكن المباراة أكيد على أرض ريال سوسيداد فبتكون مباراة قوية وإلها قيمتها. فخلينا نشوف ريال سوسيداد وبرشلونة إيش راح يقدموا لنا في الشوط الأول. كوبو، لا لا لا، هي يا الله، سوء الحظ. سوء الحظ لريال سوسيداد، أول لقطة في أول دقيقة، فرصة ضائعة. رافينيا، ليفاندوسكي كاد أن يأتي بالهدف الأول، ولكن طويلة. يا سلام على الهدف كيف مشيت. إيش الهبل هذا؟ والله هبل، والله ما هو جون، والله هبل هذا. يا الله الحظ. يا حظك يا ليفاندوسكي، يا حظك يا برشلونة، يا حظك يا برشلونة. هدف ما بعرف. فرج، فرج هذه من العجائب الدنيا هذه. لكن يبدو راح يرجع لتسلل. يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت يا البرشلونة، ولكن هدف تسلل ليفاندوسكي. ولو ما انحسب تسلل والله كانت راح تفقع المرارة بسبب الهدف هذا. فرصة ضائعة من كوبارسي. يا تضييع الفرص يا ريال سوسيداد، تضييع الفرص يا ريال سوسيداد. مخالفة، تسديد. كوبو. يا كوبو. كوبو جميل، كوبو متعب بالدي، متعب دفاع برشلونة. كل الخطورة بتيجي من الطفل الصغير كوبو. هي هدف أول لريال سوسيداد، خطأ دفاعي والهدف. يا سلام، يا سلام، استحقاق. هدف بتفوق ريال سوسيداد، يترجم بهدف في الاستحقاق ومستحق لنادي ريال سوسيداد، وهدف أول لريال سوسيداد في المباراة. ولازم برشلونة يخسر هذه المباراة. يلا هي الثاني، هذه الثاني. لا، ايش اللي ضيعته يا الزبال؟ كيف ضاعت هذه يا الله، كيف ضاعت؟ الشوط الأول ينتهي بتقدم ريال سوسيداد ومستحق بهدف دون رد. بصراحة برشلونة مقدم أداء غريب على أرضية الملعب، كأنه برشلونة مش موجود. ريال سوسيداد فاجأ برشلونة بالقوة والصلابة الدفاعية والضغط العالي اللي مارسه. أغلب المباراة شفناها بتلتعب في ملعب برشلونة، في نصف ملعب برشلونة. وهذا الاشي انه برشلونة مش قادر يطلع في الكرة. ريال سوسيداد واقف على أرضية الملعب، سجل هدف. راح نشوف الشوط الثاني ايش راح يقدم لنا، وان شاء الله برشلونة تكون هذا الخسارة الثانية له، وما تعتبروها يعني متعة كرة القدم بانه المدريدي يتمنى خسارة برشلونة زي ما البرشلونة بتمنى يشوف خسارة ريال مدريد، لانه متعة الدوري. ولازم طالما احنا في الدوري الاسباني لازم ريال مدريد ينافس على الدوري، وما حيقدر ينافس الا في حال سقوط برشلونة. فان شاء الله هذه المباراة تكون، والشوط الثاني ريال سوسيداد يقدر يستمر في المتعة اللي عملها في الشوط الاول، يستمر فيها بالشوط الثاني. خلينا نشوف الشوط الثاني
ايش مخبي لنا؟ الشوط الثاني يبدأ الآن من مباراة برشلونة وريال سوسيداد. بصراحة المباراة جميلة. الشوط الثاني يبدأ بتأخر برشلونة هدف وريال سوسيداد فائز. الآن يبدأ الشوط، ولكن هذه فرصة، كاد أن يأتي هدف سريع ومباغت في الفرصة الأولى في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ولكن بينيا يمسك الكرة. وراح نشوف ريال سوسيداد راح يستمر في الضغط العالي اللي بيمارسه على برشلونة، ولا برشلونة راح يرجع في عادات برشلونة وعادات فليك في هذا الموسم. وبرشلونة نادي وفريق هذا الموسم قوي وممتع. طبعا انا كمدريدي اكيد بتمنى انه برشلونة يتعثر في هذه المباراة. فرصة خطيرة بصراحة لكوبارسي. برشلونة على أعتاب العودة في المباراة، ولكن لا زال بداية الشوط الثاني بدأ جديد، ولكن برشلونة ماسك الكرة، ولكن ريال سوسيداد خطير. يا أويا زبال، يا أويا زبال، مش ممكن هاي تاني فرصة محققة. يعني ايش بدك اياه الجون يكون فاضي؟ يعني انت اسمك مهاجم. يلا 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 يلا. ايش كيف الكرات كيف بتضيع؟ والله ما نعرف كيف بتضيع الكرات. ولكن في كتير لخمة صارت في هذا اللقطة، اللي بيطالب في الفاول، اللي بيطالب في ضربة جزاء، والكرة ضايعة. يا خسارة يا ريال سوسيداد. ريال سوسيداد راح يندم على تضييع هذه الفرص بصراحة. ركزوا يا اخوان، ركزوا يا سوسيداد. كاد ان يأتي هدف في نيران صديقة من ريال سوسيداد، ولكن عدت على خير الحمد لله، وراحت ضربة ركنية جديدة لبرشلونة. برافو، برافو، برافو يا فيرمين لوبيز. خليك عهيك بالضبط. صيد حمام وما تحطه في الجون. مدريدي ينتظر سقوط برشلونة. بالضبط. طبعا ما عندي عداوة شخصية مع برشلونة، ولكن كرة القدم حلاوتها في هيك. إذا ما حتمنى خسارة برشلونة وليش نتابع كرة القدم؟ ولكن كل الاحترام لكل جمهور برشلونة في كل وقت وفي كل زمان أكيد. لا، مش ممكن يا الله، مش ممكن. شفتوا الفرصة كيف ضاعت؟ كيف ضاعت؟ دفاع سوسيدات واقف اصمدوا كلها 3 دقايق. الصمود الصمود يا سوسيدات، الصمود الصمود. يلا الوقت خلص، الوقت خلص، الوقت خلص، الوقت خلص. الخسارة الثانية لبرشلونة. يلا يلا يا حكم، سفر يا حكم، سفر يا حكم، صفر يا حكم، صفر يا حكم. هي المباراة تنتهي بفوز ريال سوسيداد على برشلونة، والفارق يبقى بين ريال مدريد وبرشلونة في سباق الدوري 6 نقاط، مع مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا. بصراحة ما بقدر اقول اني زعلت، بالعكس المباراة كانت جميلة جدا. برشلونة لعب اداء سيء على ارضية الملعب، ما له اي شكل وما له اي وجه. صراحة فليك تدخلاته مش موجودة، ما عملش في المباراة. يعني الإنسان لازم يكون صادق. برشلونة خطوطه كانت غريبة، طريقة لعب برشلونة مش مباشر. ليفاندوسكي مش بيومه، رافينيا مش بيومه، خطأ فادح من فليك في عدم استدعاء لامين يامال. بصراحة برشلونة من دون لامين يامال بيفقد تقريبا 60 ل 70% من قوته. هارد لك لجمهور برشلونة، ما تزعلوا، الموسم طويل ولازم تفرحوا انه انتوا عندكم فريق زي هذا الفريق، شبان وفريق ممتع على أرضية الملعب. هارد لك لجماهير برشلونة. وطبعا ريال سوسيداد فاز، ولكن الفرح في مدريد عنا. ومن هان للفيديو القادم طمنونا عنكم دايما من شان الله. السلام.